لبنانية كندية مقيمة في المملكة العربية السعودية بدأت رحلة التدوين أو الفلوج عبر يوتيوب، وتنوع أيضا المحتوى الخاص بها بين السفر واللياقة البدنية وتوثيق الحياة اليومية. ليلى مراد التي حققت نموا جيدا عبر قناتها وسريعا وصل إلى تحقيق 11 مليون مشاهدة لفيديوهاتها، وتقول إنها تسعى لتصحيح مفاهيم خاطئة في التغذية ونمط الحياة اليومية. Hey guys, أنا اسمي ليلى. إذا مش عارفين يعني مش عاملين اشتراك على القناة، شو عم تعملوا بالحياة؟ بلشنا هون، كنت هون معدنات جزء العلوي ما فيكم تشوفون مع هيدي القميص، بس موجودين. ما تخاف. واو ليلى لغتك العربية. هلا صار وزني 124.4. رجعنا على الأكل والناس والموسيقى والطبيعة حضرتوا؟ ما حضرتوا؟ شو بعرف. قبل ما تقولوا ليلى خلص أكلت كفاية طلعنا. نرحب إذن من الرياض بصاحبة قناة على يوتيوب للياقة البدنية، قناة على اسمها، ليلى مراد. أهلا بك في تغريدة الصباح. ليلى، ما الذي دفعك أن ربما توثقين رحلتك مع اللياقة البدنية وخسارة الوزن على يوتيوب؟ هاي هاي. أنا أول شيء مثل أغلبية البنات ما كنت مبسوطة بشكل جسمي. مريت بكتير سنين دايت ورا دايت، وما كنت عم حس عم يتغير شكل جسمي، يعني عم بنحف، عم بضعف، بس عم برجع ما أخسرهم، يعني عم برجع امزحهم كلهم سوا. فكنت عم فكر إنه لازم يكون في شي طريقة مش هيك، مش حرمان، مش قصاص. فقعدت عم بقرا شي مدة 2 وعم بحضر اشياء اونلاين، واخر شيء عرفت هيدي الحقيقه عن كيف اخسر دهون بلا ما اكون عم بحرم حالي من كل شيء. ممتاز. هذا هو بعد ما عرفت هالاشياء لا تفضلي تابعي. بعد ما عرفت هالاشياء قلت لازم شارك العالم بهالشيء، فبلشت اعمل فلوجز فرجي العالم شو يعملوا او كيف يطبقوا هالاشياء بحياتهم اليوميه، وكيف عن جد سهله وفن. ممتاز. ربما الموضوع الذي اخترته خسارة الوزن يهم يعني آلاف الفتيات عندنا في المنطقة، من بينهم أنا أيضا. ما الذي تعلمته في هذه السنوات من القراءة والمتابعة ربما عن أكثر، ربما خلينا نقول 3 مفاهيم خاطئة نتبعها في حياتنا اليومية؟ في كتير، بس توب 3 بعتقد هن أول شيء إنه إذا بناكل بالليل بننصح، وهذا شيء غلط. تاني شيء رفع الأثقال مش للبنات، إذا البنت بترفع أثقال يعني بده يصير جسمها مثل الرجال، وهذا شيء كمان غلط. ثالث شغلة إنه بنقدر نخسر دهون من منطقة معينة، وهذا الشيء كمان غلط. نحن نخسر الدهون من كل مناطق بالجسم، مش بس من منطقة معينة. تمام. ليلى، يلي يتابع الفيديوهات عبر قناتك على يوتيوب، هناك لياقة بدنية أو فتنس، هناك سفر وفلوجينج. ما الذي حققته برأيك عدا هذا نسبة المشاهدة العالية من يوتيوب؟ ما هو مردود بالنسبة إليك؟ بعتقد انه اليوتيوب عطتني هيدي الثقة بالنفس، واثبتت لي انه بقدر احقق اللي بدي اياه، يعني اذا بحط شيء براسي بقدر عن جد احققه. بس أنت ما هو الهدف بالنسبة لك؟ يعني الآن تقتربين من 500,000 مشترك، يعني 400,000 تقريبا على يوتيوب، لكن أيضا لديك مدخول شهري من مال. كم تجني لك هذه القناة وما هو الهدف منها، الهدف الأساسي؟ تضحكين. سؤال. أنا أسأل هكذا سؤال.
لا انا ما عندي مانع احكي عن الموضوع، بس العالم عندها فكره انه نحن اليوتيوبرز كثير بنطلع مصاري، بس اذا حتعملوا يوتيوب من شان المصاري it's not the way. بس انا تقريبا اجمالا هلا وصلت لمرحله شهريا اجمالا شي $700. اوكي ممتاز. اعترف لك ليلى انك الضيفه اول ضيفه تقر يعني باي مبلغ شهري، لا اعلم لماذا هذا الموضوع هناك جدل حواليه، لا احد يريد ان يعترف. تمام. ليلى انت ايضا تمت دعوتك اكثر من مره من يوتيوب للمشاركه بفعاليات تجمع صانعي المحتوى باللغه العربيه، اخبرينا ما هي التسهيلات او الادوات التي قدمها لك يوتيوب لرفع مستوى المحتوى العربي على هذه المنصه؟ يا يوتيوب بيسفرونا على كذا ايفنت بنلتقي فيها بيوتيوبز اخرين. سوري العربي. ايه لاحظنا هناك عادة تجدين الانجليزية اكثر من العربية، لكنك تحاولين وهذا امر جيد. ايه بجرب دلع طبيعتي حتى بالفيديوز، يعني بيعرفوا انه ما بحكي عربي كثير منيح بس بجرب. ايه بيبعتوا لنا على كذا ايفنت، بنتعرف على يوتيوبرز، بنتعرف بنعمل ورك شوبس، بنعرف كيف نعمل اديتنج اكثر، بيحسنونا بهيك مواضيع، نحسن الفيديوز والمحتوى. طيب ممتاز. ولو سألتك ربما أخيرا لكل الفتيات اللي ربما يحبون فكرة الفلوجينج أو التدوين، ولكن صار في كتير تدوين أو فلوج للسفر وفلوج لمواضيع أخرى، بماذا تنصحهم نصيحة واحدة للفلوجرز المبتدئات البيجنرز؟ يكونوا على طبيعتهم. العالم بدها تشوف الناس على طبيعتها، اذا ما بتكونوا على طبيعتكم او عم تمثلوا، العالم بتحس بهالشيء وبتحس انه هذا الشيء هذا الشخص ما عم بيكون كثير صريح معهم، فكونوا على طبيعتكم completely والعالم بتصير هن بدهم يتابعوكم. ممتاز. لا وانت واضح انك صريحه ايضا من اجابتك. ساشكرك من الرياض. انت صاحبه قناه ليلى مراد على يوتيوب للياقه البدنيه وايضا السفر. شكرا جزيلا لك.